لسه في فرصة عند حضرتك في العاصمة الإدارية، بس مع الشركات المحترمة، مع الشركات اللي بتبني، مع الشركات اللي عندها سابقة أعمال. نزلنا العاصمة في 2019 وكانت صحراء، ودي العاصمة الإدارية لبعض المشروعات اللي موجودة فيها. ولسه في فرصة قدام حضرتك إنك تشتري بسعر متر من أول 20,000 وبيوصل معاه لحد 28,000 في أهم المشروعات اللي نازلة بأسعار افتتاحي داخل منطقة الار 7 مع شركة عندها سابقة أعمال، واللوكيشن بتاع مشروعها قوي جدا. ده دعوة لكل العملاء اللي موجودة داخل مصر أو خارج مصر. حضراتكم لسه في فرصة إن احنا نشتري في العاصمة سواء لحضرتك أو لأولادك. النهاردة التجمع الخامس سعر المتر وصل للمشروعات اللي هتسلم بعد 3 و4 سنين ل 45,000 و 50,000 جنيه. يعني حضرتك لما تشتري بسعر متر بيبتدي من 20 ل 28,000 في الار 7 أو في المستثمرين أو في الار 8، تأكد إن حضرتك بعد 3 4 سنين سعر المتر بتاعك هيزيد. بس مش هيزيد في كل المشروعات، هيزيد في المشروعات المميزة. وده دوري ودور كل فريق المبيعات اللي موجود في سمارت بروبرتي. اللي مهتم من حضراتكم يقدر يكلمني على رقمي اللي بسيبه دايما أسفل الفيديو، أو اعمل ساين أب، وأكبر فريق مبيعات موجود في السوق هيتواصل مع حضرتك بمقارنات حيادية. وما بنشتغلش غير على أهم الشركات وأهم الكومباوندز اللي موجودة في العاصمة. وشكرا جدا لكم.